لو فاكر ان ماينكرافت لعبة بسيطة فتعال عندي. جبتلك النهاردة اقوى 5 مودات في ماينكرافت اكيد انت بتدور عنها، واتمنى انك لو دخلت الفيديو ده وشفت الفيديو ده انك تدعمني بلايك واشتراك علشان اكمل وافيدك. ومن غير ما نطول في المقدمات يلا نبدأ. المود الاول معانا هو مود الانيميشن 1.9. شكل الانيميشن بتاع القارة اسطوري، والانيميشن بتاع الايرون جوليم واي موب عامة بيبقى اسطوري في المود ده. ومود الانيميشن ده احدث اصدار وشغال على احدث اصدار من ماينكرافت 1.130. المود التاني معانا هو مود النايت فيجن أو الرؤية الليلية، واللي بيساعدك بشكل كبير في تجميع الدايموند أو الموارد من الكهوف. وده شكل قبل تفعيل المود، وده بعد تفعيل المود، وده اسم المود، وهتلاقوه ببرنامج ال DL. والمود التالت معانا هو تكسير الشجر بواقعية، والمود ده بيساعدك في انك تجمع الخشب بسهولة، وده اسم المود وهتلاقوه ببرنامج ال DL. المود الرابع معانا هو مود السحابة الواقعية أو السماء الواقعية، والمود دوت بيخلي ماينكرافت شكلها أفضل بكتير، وفي أكتر من شكل للسماء في المود ده ممكن تختاره من إعدادات المود في اللعبة. مش هحرق عليك وخش شوف انت الباقي. وده اسم المود وهتلاقوه ببرنامج ال DL. المود الخامس معانا هو مود الشيدر، وأنصحك لو انت جهازك ضعيف انك ما تجربش المود ده لأن جهازك هينفجر. الشادر ده ممكن يشتغل على الأجهزة المتوسطة كويس، وده اسم مود الشادر وهتلاقوه ببرنامج ال DL. وفي النهاية عايز اقول لكم ملحوظة مهمة، ان مود الشيدر ممكن ما يشتغلش على ماينكرافت الأصلية وبيشتغل على ماينكرافت الباتش، وانا سايب لكم رابط ماينكرافت الباتش في اول فيديو عندي في القناة. ولو عجبتك المودات ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك، ولو عايزين مودات تانية اكتبولي في التعليقات وانا هجيبها لكم بإذن الله في الفيديو الجاي. ومود الانيميشن هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف. وسلام.